السلام عليكم ورحمة الله متابعين قناة سبورتس وورلد. جئنا لكم بفيديو جديد اليوم عن 10 لاعبين جدد تأكد رحيلهم عن أنديتهم هذا الصيف. بعضهم تم إعلان رحيلهم رسميا، فابقوا معنا. ولكن قبل مواصلة الفيديو وعرض الصفقات لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا. جويل وورد بعد 13 عام قضاها بين صفوفه جاءت لحظة النهاية، حيث سيرحل الظهير الإنجليز عن كريستال بالاس مع نهاية عقده بنهاية يونيو المقبل. وأعلن النادي الإنجليزي ذلك رسميا، ألا أن صاحب 35 عاما سيغادر وغي جعبته أول لقب كبير في تاريخ كريستال بالاس عقب تتويجه مؤخرا بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي رغم تواجده كبديل طيلة المسابقة، علما بأنه كان عنصرا أساسيا على الدوام بصفوف الفريق، لكنه خرج من المخططات تماما هذا الموسم ولم يخذ سوى 33 دقيقة، ولا توجد أي نية لدى وورد لتعليق حذائه، فقد أشار في تصريحات لشبكة سكاي سبورت بأنه يملك رغبة كبيرة في المواصلة. عبد الله دوكوري لاعب الوسط المالي أعلن رحيله عن إيفرتون هذا الصيف بمجرد نهاية عقده مع النادي، لينهي مغامرة بدأت في صيف 2020 عند انضمامه قادما من واتفورد، وخاض مع الفريق 165 مباراة، صنع خلالها 14 هدفا وسجل 21 هدفا، معظمها كان حاسما، أبرزها هدف الفوز والبقاء في البريمير موسم 2022-2023 في شباك برموث. وأكد موقع تيم توك انفتاح صاحب 32 عاما على الانتقال إلى دوري روشن، شريطه على أن يتحصل على عرض يتيح له تقاضي 9.5 مليون يورو سنويا. وإلى جانب توكوري أعلن إيفرتون أيضا رحيل الثلاثي أشلي يونغ، إسمير بيغوفيتش وجواو فيرجينيا بنهاية عقودهم. انخيل كوريا مؤخرا وفي آخر مباراة خاضها أتلتيكو مدريد على ملعبه متروبوليتانو هذا الموسم كانت كل تصرفات النجم الأرجنتيني تشير إلى أنه يودع الجماهير ويستعد لنهاية حقبته مع الروخي بلانكوس، وهو ما أكده بمنشور على حسابه بإنستغرام، رغم أن عقده ممتد حتى صيف 2026. لكن ناديه أتلتيكو مدريد أصدر بيانا رسميا بعد ذلك ينفي خلاله رحيل اللاعب، مؤكدا بأن عقده مستمر لموسم إضافي وبأنه لم يتلقى أي عروض رسمية لضمه، ما يشير إلى خلاف بين الطرفين حول طريقة الرحيل. وكان فابريزيو رومانو قد تحدث عن اقتراب صاحب 30 عاما من الانتقال إلى تيغوراس المكسيكي. إيميليانو مارتينيز ينتهي عقد الحارس الأرجنتيني مع أستون فيلا في صيف 2029، إلا أنه وبنسبة كبيرة للغاية يقترب من الرحيل هذا الصيف، خاصة بعدما بدأ متأثرا بشدة خلال تحية الجماهير في مباراة فريقه الأخيرة على ملعب فيلا بارك أمام توتنهام، وهو ما تحدثت صحيفة ماركا مشيرة إلى أن صاحب 32 عاما من اتخاذ قرار الرحيل بالفعل لخوض تحد جديد. وموقفه بعد مباراة سبيرز كان وداعيا. وبنفس الصدد قالت صحيفة تيليغراف بأن إدارة الفيلانز ترى أن هذا هو الوقت الأنسب لبيع مارتينيز والتخلص من راتبه الضخم. وأكدت شبكة DYC سبورتس امتلاك اللاعب لعرض سعودي وعرضين من أوروبا، في وقت أفادت فيه صحيفة موندو ديبورتيفو باهتمام برشلونة. وكشفت شبكة كوت أوف سايد عن تحرك أيضا من اليونايتد. جيريمي فريمبونغ تشير كافة المصادر إلى قرب رحيل الظهير الهولندي عن ليفركوزن، وتحديدا إلى ليفربول لتعويض أرنولد، وهو ما لمح سيمون رولفس المدير الرياضي لنادي ليفركوزن، مشيرا إلى أنه صاحب 24 عاما وارد بالفعل باعتبار أنه يملك شرطا جزائيا في عقده، لكنه أكد في الوقت نفسه أن لا شيء رسمي حتى الآن، فيما فابريتسيو رومانو بأن ليفربول حسم الصفقة وسيتعاقد مع فريمبونغ مقابل 35 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده. كما انتهى اللاعب من الفحوصات الطبية ووافق على كافة الشروط الشخصية في عقد سيمتد 5 سنوات. جواو بيدرو يمتد عقد المهاجم البرازيلي مع برايتون حتى صيف 2028،
لكنه لا ينوي الاستمرار حتى ذلك التاريخ، ويخطط الرحيل هذا الصيف وسط تأكيدات بأنه أبلغ النادي برغبته فعليا، مع العلم بأن اللاعب تم استبعاده من مباراة ليفربول الأخيرة بسبب شجاره مع زميله إنهيكي. وأكد فابريزيو رومانو الأمر نفسه، مشيرا إلى أن صاحب 23 عاما مهتم لخوض تجربة جديدة ويتواجد حاليا كهدف لعدة أندية من البريمير ليج منها أرسنال، مانشستر سيتي وتشيلسي، بينما يطلب ناديه برايتون 70 مليون يورو لبيع عقده. ريان شرقي بعد فوز فريقه ليون على أنجي مؤخرا، خرج الجناح وصانع الألعاب الذي اختار لتوه تمثيل فرنسا عوضا عن بلد أصله الجزائر ليصرح بأنه يعتقد أن هذه كانت آخر مباراة له مع الفريق، رغم أن عقده لا يزال ممتدا حتى صيف 2026، وهو ما يؤكد نوايا صاحب 21 عاما الواضحة للرحيل. كما أفادت صحيفة لو باريزيان إلى أن ريان شرقي اتفق مع النادي منذ فترة على أنه سيرحل هذا الصيف، وتتنافس أندية لضمه منها ليفربول وباريس، توتنهام والسيتي، بينما تحدثت إذاعة مونت كارلو بأن ليون منفتح بشدة على البيع بسبب الأزمة المالية التي يمر بها، ويرغب بالحصول على 30 مليون يورو. تشافي سيمونز وفقا لفابريزيو رومانو، اتخذ النجم الهولندي قراره بالرحيل من لايبزيج هذا الصيف، وأبلغ النادي بذلك عقب الفشل في التأهل لدوري الأبطال بالموسم المقبل، وهو نفس السبب الذي يدفع زميله سيسكو للتفكير بالرحيل كذلك، حيث يحظى باهتمام أندية عدة منها أرسنال وليفربول. لكن الفارق بين الثنائي أنه لا توجد مصادر مؤكدة تحدثت عن طلب سيسوكو الرحيل فعليا، وبالتالي سيتحدد موقفه بناء على التطورات بالصيف. أما سيمونز ابن 22 عاما إلى جانب فابريزيو رومانو، وأفادت شبكة سكاي سبورتس بأن لايبزيج قرر أيضا الموافقة على بيعه، ويريث 80 مليون يورو لأجله وسط اهتمام من ليفربول ومانشستر يونايتد، بينما يفضل اللاعب الانضمام إلى برشلونة، إلا أن الأخير ليس مستعدا لدفع المبلغ المطلوب. فلوريان فيرتس، رغم تأكيدات المدير الرياضي لباير ليفركوزن بأن ناديه لا يشعر بالتوتر أو أي ضغط حياله، تكهنات بإمكانية رحيل صانع الألعاب الألماني، وأن عقده مستمر حتى صيف 2027، إلا أن كل الدلائل تفيد بأن صاحب 22 عاما لن يرتدي قميص النادي بالموسم المقبل، حسب ما تحدث وأكدت مصادر عدة ومنها فابريزيو رومانو، بينما تتفاوت الأخبار عن وجهه فيرتس المقبل ما بين اقترابه من بايرن ميونخ ودخول السيتي على الخط، ثم انسحابه إضافة إلى ظهور اسم ريال مدريد كوجهه محتملة، وكذلك ليفربول بتواصل ملموس. وأكد فابريزيو رومانو بأن المعركة مستمرة حاليا بين ناديين فقط، البايرن والذي يحافظ على تواصل مع اللاعب ويثق في حسم الصفقة، وليفربول الذي أبلغه باستعداد لتلبية مطالبة ومطالب ناديه، ما يعني أن القرار حاليا بيد فيرتس. لوكا مودريتش، لقد حان الوقت، اللحظة التي لم أكن أرغب في أن تأتي أبدا، ولكن هذه هي كرة القدم، وفي الحياة كل شيء فيه بداية ونهاية. أعلن النجم الكرواتي أن الموسم الحالي هو الأخير له مع ريال مدريد، وبأنه سيرحل بنهاية عقده هذا الصيف، مشيرا إلى أن مونديال الأندية سيشهد آخر ظهور رسمي له بقميص الملكي، ما يعزز صحة الأخبار التي تحدثت مؤخرا بأن النادي سيمنحه عقدا مؤقتا وقصير الأجل ليشارك في البطولة. وكان صاحب 39 عاما يرغب بشدة الاستمرار لموسم إضافي، إلا أن قرار عدم التجديد جاء من إدارة النادي، وضمن أخبار وردت في صحيفة ماركا قبل وقت قريب بأن لوكا يملك عروضا من أمريكا وقطر، إضافة إلى بعض عروض سعودية.